اللاعب الذي لقبه فارس عوض بالسلاح المحرم دولياً. أولاً، إذا تعتقد أن رونالدو أفضل لاعب في العالم ضع لايك، وإذا ميسي ضع اشتراك واكتبوا بتعليقات من الأفضل. في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وفي الدقيقة الأولى جاءت ركلة حرة لريال مدريد، وفالفيردي يستعد للتسديد ويتقدم ويسدد الكرة كالصاروخ، وتدخل الهدف ويجن جنونه. الأولى فالفيردي يتقدم. الله الله، السلاح المحرم دوليا لابد أن يمتلك الآخرون نفس السلاح حتى يتوقف ريال مدريد عن استخدامه. هذا لا يمكن مقاومته أبدا. أي مقدمة لهذا الديربي ما بعد هذه المقدمة مقدمة. يلي هدف سوبر.